مساء الخير عليكم محبي قناة جات في العارضة ومشتركينا ومستمعينا، أهلا وسهلا بيكم وفيديو جديد من قناة جات في العارضة. إن شاء الله الفيديو دوت هنتكلم على مباراة القمة في الدوري المصري الجديد. هنتعرف على موعد هذه المباراة وهتكون في أي جولة من الدوري المصري الممتاز. الدوري المصري زي ما احنا عارفين الموسم الماضي قدر النادي الأهلي يفوز بلقب 43 في تاريخه. النادي الأهلي عنده مباريات قوية هذا الموسم، سواء السوبر الأفريقي أو مباراة اللي هيلعبها في بطولة أفريقيا العام الحالي أو في بطولة كأس العالم للأندية. فالنادي الأهلي عنده أجندة مليئة بمباريات صعبة جدا. قبل ما ندخل في التفاصيل، في البداية مش تنسوا تدعمونا باللايك، ويلا بينا ندخل على ما جاء في الأخبار. النادي الأهلي في أولى مباراته في الدوري المصري الممتاز أسفرت القرعة في الموسم الجديد 2023-2024 عن أولى مبارياته أمام نادي المصري البورسعيدي، وهتبقى آخر لقاء ليه أمام فريق بيراميدز في الجولة ال17، بينما يلتقي النادي الأهلي في قمة الكلاسيكو الدوري المصري الممتاز أمام نادي الزمالك. والمباراة ديت هتبقى مباراة نارية طبعا، زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي والزمالك بتبقى صعب التكهن بنتيجة المباراة. المباراة من المتوقع انها تتلعب في الجولة العاشرة، واحتمال تتأجل او ما تتأجلش على حسب الاجندة للنادي الاهلي، سواء في البطولات العالمية او البطولة الافريقية، على حسب أجندة كل فريق وعلى حسب متطلبات الفريق في الوقت ده، هل هيحتاج ان المباراة تتأجل او لا. احتمالية المباراة تتلعب في شهر 11 لشهر 12 في 2023. ديت يعتبر مباراة النادي الأهلي. أما عن طبعا بقية مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز فجاءت على النحو التالي: الجولة الأولى طبعا الأهلي والمصري، الجولة الثانية سيراميكا والأهلي، والجولة الثالثة الأهلي والإسماعيلي، الجولة الرابعة الجونة والأهلي، الخامسة الأهلي وبلدية المحلة، الستة المقاولين والأهلي، السبعة الأهلي وسموحة، الجولة الثامنة زد والأهلي، والجولة التاسعة الأهلي والاتحاد السكندري، الجولة العاشرة الأهلي والزمالك، والجولة ال11 فاركو والأهلي، والجولة ال12 الأهلي والداخلية، وال13 طلائع الجيش والأهلي، وال14 الأهلي وبيراميدز، والجولة الخامسة عشر وبنك الأهلي أمام الأهلي، وطبعا الجولة 16 الأهلي وإنبي، والختام الجولة 17 فيوتشر والنادي الأهلي. كان معاكم إسلام سعيد من قناة جات في العارضة. طبعا مش تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وتدعمونا في قناة جات في العارضة في شكلها الجديد، وإن شاء الله تبقى دفعة قوية، وانتظرونا في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.